كرياليتي مش بس عملت الاندر في 3 والفي 3 بلس عشان تعلي على سلسلة النبتون من الجو وسلسلة الكوبرا من انكيوبيك، ده كمان علوا على نفسهم وعملوا الكرياليتي هاي. انا محمد جودة وريفيو جديد لبرنتر جديدة بالعربي. معانا النهاردة 3 دي برينتر ومالتي كولر من كرياليتي، وهي تعتبر تاني برينتر مالتي كولر من كرياليتي بعد الكي 2. هنشوف مع بعض المميزات بتاعتها والعيوب. البرينتر اللي معانا وهي كرياليتي هاي كومبو. بعد ما جربنا البرينتر هنقول لكم راينا فيها ونشارككم كل التفاصيل. ومن النظره الاولى باين ان البرينتر مصروف عليها كتير جدا في الديزاين، مديها شكل عصري وتحس انها جايه من المستقبل، غير انها ميتال بالكامل، فمش هنلاقي اي بلت او ليد سكرو باين منها، ودي نقطه هتتحسب لهم طبعا. ده غير طبعا انه واضح ان الكيبل مانجمنت فيها مدروس. وبالنسبه للمصنعين دايما بيكون في تحدي، او اللي بيبين الحاجه دي متعوب عليها ومعمول لها التصميم بتاعها صح او لا، هي حته الكيبل مانجمنت دي بالذات. يعني لما بنيجي نبص لاي برينتر لو لقينا اي سلوك كتير طالعه رايحه جايه بشكل غير منظم، فدي بيدل على ان التصميم بتاعها ضعيف جدا. فمن المميزات اللي موجوده في البرينتر دي ان انت اول ما هتبص عليها مش هتلاقي اي كابل رايح في اي حته كده وخلاص بطريقه عشوائيه، ولا ان انت ممكن يتشد منك او يتقطع او حاجه تخبطه اثناء التشغيل فيعمل لك مشكله او يفصل البرينتر وانت مش عارف هي فصلت ليه او باظت ليه. وكان بيجي لنا حاجات صيانه بسبب حاجه يعني عبيطه زي كده، ان يكون كابل اتخلع من مكانه، سنسور اتهز، مش عارف ايه، بسبب ان في كابلات رايحه جايه كتير في البرينتر فهي متشاله وجايه صيانه على حاجه زي كده كابل وتروح مركبه تاني الدنيا بتخلص. فواضح هنا جدا الاهتمام بالنقطه دي، ان مفيش اي كابلات وكل حاجه متغطيه، وتحيه كبيره ليهم على النقطه دي. هنيجي لمساحه الطباعه بتاعتها اللي بقت 26 وارتفاع 30. دايما كنا بنقول ليه بيعملوا برينتر 20 في 20 وارتفاع مثلا 22؟ طب ما كده كده الاكس واي يعني مش هيصرفوا حاجه لو كبرنا البرينتر شويه. يعني الزد دايما ما بيصرفش زي الاكس واي، فالحمد لله ان هم خدوا بالهم من حاجه زي كده، ودي خطوه برضو تتحسب ليهم ان هم اهتموا بالنقطه دي او لاحظوا الحته دي، وده بيخليها بتبقى مناسبه لفئه اكبر. والبيد 1000 واط اي سي مش دي سي، وده اللي بيخليها توصل لدرجه حراره 60 في 30 ثانيه او 100 درجه في 90 ثانيه بس، وده وقت تنافسي جدا. وبيبقى معانا بي اي شيت ممكن تطبع على الجنبين ومتحدد له اماكن في البيد عشان لما يركب تضمن ان هو راكب صح على طول. نيجي المحور زد هنلاقي فيه 2 ليد سكرو و2 موتور، وده قليل في المقاسات الصغيره دي. دايما بنلاقي الحاجه البرينتر ال 22 مثلا مقاسها 20 او 22 في 22 دايما تبقى على موتور واحد، وفي بلت ممكن لما بيحبوا يجودوا شويه يربط المحور الثاني بليد سكرو بس، لكن هنا هم حطوا موتورين وبكده يبقى هم قفلوا الدنيا دي خالص. ودايما اي برينتر برضو بنلاقي ان محور زد جايب ليميت سويتش واحد بيبقى محطوط في يمين او شمال. هنا هم عمل 2 ليميت سويتش محطوطين فوق في محور زد، دي جديده، فبتاخد الهوم بوينت بتاعتها من فوق، وبتيجي بشاشه تاتش الوان 3.2 انش، وبتلف معانا في كذا اتجاه زي الاي 1 بس اصغر شويه. الحته الصايعه هنا ان لو معاك بكره فيلمنت من كرياليتي فالجديد ان انت بتقربها من البرينتر، هنا المالتي كالر يونت بيقرا البكره اوتوماتيك ويحدد اللون بتاعها اوتوماتيك. اما بقى الفيتشر اللي بتساعد في طباعه المالتي كالر فعندنا الهب اللي بيوصل ما بين البرينتر والسي اف اس، او اسمه فيلمنت بافر، عشان تستخدمها كمالتي كالر وتطبع لحد 16 لون. واكيد الوايبر عشان نغير الوان براحتنا، ويفضل نطبع لها بارت عشان البوب هيبهدل لنا الدنيا. نيجي للهوت اند اللي بيبقى دايما فيها اللعب كله، اللي بيكون دايركت اكسترودر والتروس من المعدن عشان التآكل، وده ابجريد عن الفي 3 ان هم كانوا عاملين بيبقى واحد منهم معدن واحد منهم بلاستيك. وكمان الميزه ان هي سنجل تيوب، وده بيقلل الكلاج او ان هي تتسد مش زي الاي 1. كمان كابل الاكسترودر مصروف عليه فعلا وخامه نظيفه. نيجي للي بعد كده هو الفيلمنت كاتر اللي موجود جوه الهوت اند، وبيقص الفيلمنت جوه الهوت اند، تسحب اللون القديم ويدخل اللون الجديد، يزق الباقي من الفيلمنت القديم فينزل كابوب ويجي لك اللون الجديد بقى صافي ما فيهوش اي شوائب من الفيلمنت القديم. كمان الران اوت سنسور جوه الاكسترودر ده عشان البرينتر تعرف اول ما الفيلمنت يوصل للهوت اند او يطلع منها، وبينور كمان. قبل اخر حاجه في الهوت اند وهي ان في مسمارين في الجنب بساط بتفكهم بتلاقي دي طلعت ماجنت ودخلت تاني زي الاي 1. فاخر حاجه معانا وهي النوزل اللي بتيجي بتصميم مميز جدا ومزيج من 3 معادن.
حديد صلب ونحاس وتيتانيوم، وبتوصل ل 300 درجة عشان تطبع بيها براحتك. حاجات زي الهايبر بي ال اي، اي بي اس، اي تي جي او بي ال اي سي اف. اما التي بي يو هنتكلم عليه في الاخر. وهنا الكاميرا بتكون بلت ان وعليها كفر بالاضافة للليد بتاع الاضاءة، والسبول هولدر وفيها حاجة اسمها انتي تانجل عشان يوجه الفيلمنت وهي شغالة من غير ما يتعقد مننا. بيعجبني جدا ان هم بيشوفوا المشكلة فين وبيحاولوا يحلوها، زي ما عملوا في الفي 3 فعملوا بارت يمسك البكرة زي مشبك كده ونزل مع البرنتر. نيجي بقى للسوفت وير بتاعها، سرعتها 300 ملم بير سكند وبتوصل لحد 500 كمان، وده فعلا مع التجربة، وبماكس اكسلريشن 12000 ملم بير سكند سكوير. وكمان البرنتر بتيجي ب 8 جيجا ستورج تخزين عليها، فبيبقى معانا مساحة كبيرة نقدر نشيل حتى الفلاشة من واحنا بنطبع. والبرنتر بيجي معاها واي فاي وليها ابلكيشن بتتحكم فيها من الموبايل او من السلايسر اونلاين، ودي بقت حاجة عادية دلوقتي. اما بالنسبة للكالبريشن فالبرنتر معتمد على السترين جيج سنسور وفيها انبوت شيبنج، فمش هنحتاج نعمل اي حاجة مانوال، بس هنلاحظ ان البرنتر بطيئة في موضوع الكالبريشن، فهنديها في موضوع الكالبريشن ده 7 من 10، لكن هو اكيوريت جدا. نيجي بقى للمالتي كالر يونت السي اف اس اللي للاسف مش بيسبورت غير البرنتر دي حتى الان. حجم وتصميم فعلا مميز وبيشتغل معانا كدراير، وفيها لمبات ليد بتنور ابيض او احمر لما يكون في مشكله. ده غير انه بيعرض على شاشه البرنتر وهي السيجمنت ليد، شكلها شيك جدا وبتعرض لك درجه الحراره والرطوبه جوه السي اف اس. ده غير انه بيتعرف على الوان اوتوماتيك برضه، وبيدعم خاصيه اسمها السناب اواي سبورت زي البي في اي اللي بيدوب معانا في الميه. تكنولوجيا. طب انت لو هتطبع حاجه اكبر من كيلو، والبكر عندنا بيجي وزنه كيلو، فده هيخليك تقدر تحط بكره واثنين وثلاثه نفس اللون وتطبعهم كلهم ورا بعض. دي تخلص تلاقيه يبدل على اللي بعدها، تخلص يبدل على اللي بعدها اوتوماتيك، ومكان مخصص للسيليكا جل عشان نسحب الرطوبه. ده غير ان هو بيدعم ماتيريال كتير، بس مش السوفت زي التي بي يو، المرن جدا زي ال 85 او ال 60، بس هيطبع معانا الاي 95 عادي جدا، حتى هتلاقيهم كاتبين عليه من جوه. نيجي الحاجه اللي بعد كده، هو الكابل بتاع السي اف اس. ليه ما نخلوش طويل شويه؟ ارحمونا. طب ده هيعمل لنا مشكله فين؟ هيخليك لازم تحط ده على شمال البرنتر. طب ينفع نحطه يمين؟ لا، هتحط الشمال. لكن هي متاحه ان انت تشتريها من غير السي اف اس وتطبع بيها سنجل كلر عادي، فلا تحط لا يمين ولا شمال بقى. نقطه اخيره قبل ما نقفل الفيديو، وهي الجايد واي في محور اكس وواي. فهم في محور واي بيستخدموا الاس جي ار، وفي محور اكس مستخدمين الام جي ان او الهاي واي. سؤال بقى للناس المصنعين، امتى نستخدم الام جي ان وامتى نستخدم الاس جي ار؟ وليه مش بنستعمل الاثنين في الاكس وواي، سواء هنا نحط ام جي ان وهنا او نستعمل اس جي ار هنا وهنا؟ وعشان رايك يهمنا فما تنساش تكتب لنا رايك في الكومنتات، ولايك وسبسكرايب. ولو عندك سؤال اكتب لنا في الكومنتات، ولو عايز ريفيو لاي برينتر ممكن تبعت لنا وان شاء الله نعمله. وفي الاخر تقدر تشوف ريفيو للبرينتر اللي فاتت في الفيديو ده. وسلام.